حقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على نظيره الفرنسي بنتيجة 1-0، لكنه لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، إذ صعد عن المجموعة الرابعة منتخبا فرنسا وأستراليا. على ملعب المدينة التعليمية صدم منتخب تونس أبطال العالم، وتفوق عليهم بهدف دون رد، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الرابعة. ودخل نسور قرطاج اللقاء ضد البيوكي وهم بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز، كونه السبيل الوحيد لتجاوز مرحلة المجموعات، في انتظار ما ستؤول إليه المباراة الثانية بين أستراليا والدنمارك. ووصل منتخب تونس إلى مبتغاه مبكرا، حين أرسل وهب الخزري كرة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 8، حلها نادر الغندري بلمسة من قدمه إلى الشباك، لكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل، وهو قرار تم تأكيده بتقنية حكم الفيديو المساعد فار. واكتفى أبطال العالم بفرصة وحيدة، لكنها كانت خطيرة، حين وصلت الكرة إلى كينغسلي كومان داخل الصندوق، لكنه ضيع طريق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني افتك إلياس السخيري الكرة في وسط الملعب، لتصل إلى حمزة العيدوني، الذي مررها للخزري، الذي انطلق صوب المرمى الفرنسي وتخلص من المدافع رافائيل فاران، قبل أن يودعها الشباك على يسار مانداندا، مجلا الهدف الأول لتونس في الدقيقة 59. ويعد هذا الهدف هو الثالث للخزري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليتساوى مع السعودي سامي الجابر في صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر تسجيلا في المونديال. وصمد نسور قرطاج فيما تبقى من عمر المباراة، على الرغم من قيام المدرب الفرنسي ديديه ديشامب بالدفع بنجومه كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي. وألغى الحكم النيوزيلندي هدفا سجله غريزمان في الدقيقة 99 بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفار. حقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على نظيره الفرنسي بنتيجة 1-0، لكنه لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، إذ صعد عن المجموعة الرابعة منتخبا فرنسا وأستراليا. على ملعب المدينة التعليمية صدم منتخب تونس أبطال العالم، وتفوق عليهم بهدف دون رد، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الرابعة. ودخل نسور قرطاج اللقاء ضد البيوكي وهم بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز، كونه السبيل الوحيد لتجاوز مرحلة المجموعات، في انتظار ما ستؤول إليه المباراة الثانية بين أستراليا والدنمارك. ووصل منتخب تونس إلى مبتغاه مبكرا، حين أرسل وهب الخزري كرة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 8، حلها نادر الغندري بلمسة من قدمه إلى الشباك، لكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل، وهو قرار تم تأكيده بتقنية حكم الفيديو المساعد فار. واكتفى أبطال العالم بفرصة وحيدة، لكنها كانت خطيرة، حين وصلت الكرة إلى كينغسلي كومان داخل الصندوق، لكنه ضيع طريق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني افتك إلياس السخيري الكرة في وسط الملعب، لتصل إلى حمزة العيدوني، الذي مررها للخزري، الذي انطلق صوب المرمى الفرنسي وتخلص من المدافع رافائيل فاران، قبل أن يودعها الشباك على يسار مانداندا، مجلا الهدف الأول لتونس في الدقيقة 59. ويعد هذا الهدف هو الثالث للخزري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليتساوى مع السعودي سامي الجابر في صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر تسجيلا في المونديال. وصمد نسور قرطاج فيما تبقى من عمر المباراة، على الرغم من قيام المدرب الفرنسي ديديه ديشامب
بالدفع بنجومه كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي. وألغى الحكم النيوزيلندي هدفا سجله غريزمان في الدقيقة 99 بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفار.